السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير شباب بنات أكيد. طبعا عفوا بس صديقي يحكي وياي. كمل شباب. عفوا طبعا. دا أدرس عملي مال باكر جي اس بي، قلت خلي أسجل فيديو وياي حتى اللي يستفاد مني يستفاد، اللي ما يستفاد أصلا أنا دا أسوي جو النفسي دراسي، فلهذا الغرض أنا دا أسجل الفيديو. اوكي حتى ما اطول الفيديو. زينب ما عندنا غير شيء نسويه غير انه احنا نرسم ساين وكوساين بلوت وحده بلونين مختلفين. ممكن انه بيستم، ممكن ستم عن التعباء مالته ونغير الوانه، مجرد نكتب الاكس ليبل زين والواي ليبل والتايتل. اوكي جريد اون اور جريد اوف، هاي كلها شغلات راح نتعلمها بدقيقتين. طبعا تقول لك اكتب لي اياه اوفر 0 to 10 باي، تهمس هذا مالتك مال لاين انت هم تعرفه تحفظه 0.1%. اوكي شغلنا ماتلاب احنا. نروح على الفايل نيو انفا. اوكي لو نجي نبلش الاكس قلنا من 0 الى 0.1 الى 2 في 5. اوكي ننزل الواي مالتنا راح نسويها اللي هي رسم الساين المن للاكس. الزد راح تصير رسمة الكوساين المن للاكس. اوكي نجي هولد من بعد الهولد اون ما نسوي ستيم هسه، قبل نسوي البلوت مالتنا بلوت. تنشوف المثال شلون يجينا بلوت ساين اند كوساين اوفر من 0 ل 2 باي on the same plot، كله تعلمناه on the same plot. فاني راح اسوي البلوت مالتي الاول بلوت المن، راح اسوي هذا البلوت، راح اسوي هذا البلوت مالتي المن لل اكس واي يعني للساين. اوكي اريده بلون الاحمر. اوكي اللون الاحمر او هوب اب. اوكي وخلي يسوي لنا اياه جريد اون. سيف، راح اسيفه هنا، اسوي له ران، طلع لي رسمه الساين مالتنا. اوكي يابا خلي لي ستار حتى تصير شلون البولد الها. طبعا من المواقف اليوم دا اشرح فجبناها على طاري البولد دا اشرح اليوم بال اي سي 3 كنا في دوره، فقلت لهم بولد يعني يبني. اوكي هسه سوينا البلوت المن للساين مالتنا. لو نسوي بلوت للكوساين مالتنا بلوت طبعا نفس الشيء، المن قلنا الاكس، المن للزد قلنا للكوساين، وبيا لون هاي خلينا نسويها بلون الاصفر اللي هي لون مالتنا حتى نطلع الفرق بيناتهم. اوكي طلعناها. تشوفون اللون الاصفر، والله اللون الاصفر ولا مبين، خلينا نحاول نعلي البلو. اوكي تمام. تشوفون انه هذا بولد صاير ضخم، هذا اللاين مالتنا مو ضخم، هذا الستار وفائدتها. خلينا نخلي الستار مالتنا ونسير. راح نسوي هسه فد شغله اللي هو نسوي شنو ستيم انه اعبي المحتوى، التعباء مال المحتوى. اوكي طبعا انا اسجل فيديو اللي يريد يعرف البرنامج كان سيسيا. وراح اسوي التعباء للمحتوى مالتي. حتى اسوي التعباء مالتي منين ما قلت له الواصل الهولد اون راح اقول له يابا سوي لي ستيم المن لللاين اللي هو يمثل اكس واي.
اذا بقي هيك هو الديفولت مالتي، شوفوا راح يطلع لي اياه، بالديفولت راح يطلع لي التعباء مالتي. سوى عبالي الساين بس، عبالي اياه بيا لون بلون الازرق، الديفولت مالتي ازرق، فهي ممكن تقول لي التعباء مالتك خلي لي اياها بلون عفوا التعباء مالتك خلي لي اياها باللون الاصفر. اوكي اصفر زين، نسيب زين نسيب كان. شوف التعباء مالتي صارت باللون الاصفر. هذا يعني هي اقوى اشياء تجينا بالعملية. زين اذا ردنا نغير اللاين، لون اللاين مالتنا بالبلوت اللي خط مالتنا، خلينا نقول نغيره منه، نغير الستيم مالتنا منه. فانا لو اسوي ستيم حتى تبين ستيم للكوساين هي اكس للزد، خليه لون حتى يصير كله رد او نعكسه، او خليه ديفولت عمود يبين ازرق. سيف ران تشوفون عبالي الكوساين بالازرق، فهي تقول لك عبي لي الساين او الكوساين. نجي نسوي الشغلات اللي قلت لكم اياها، يعني هي تعطينا اياها. يا بسوي لي اياه الاكس ليبل اسمه اكس فاليو، يا باكس ليبل سوي لي اياه اكس فاليو. اوكي الواي ليبل واي فاليو، والتايتل زين مالتنا زين. سيف ران. اكبر مشكلة صارت الاكس ليبل. ها هسه لو نجي شوفوا حتى الايرور يعطينا اياه بيا مكان بالضبط. يا بروح لي على العشرة سمارت. اوكي لو نجي على العشرة مالتنا، هوبا العشرة عندنا المفروض يكون اوكي. نجي نشوف الرسمة مالتنا، سوالي اياها سيم بلوت التايتل مالتي والواي فاليو والاكس الفيديو كلش بسيط، من تستفادون من عنده. اشكركم اني وتحياتي للكل، ان شاء الله موفقين وناجحين ان شاء الله. مع السلامة.